اللايف الأخير، قصة من تأليف الكاتبة ولاء شريف. الساعة كانت 12 بالليل واللايف شغال. هو قاعد في أوضته والإضاءة نازلة نص نازلة. عينه فيها لمعة غريبة، مش نفس لمعة الحلقات العادية، لأ، دي لمعة حد حاسس إن النهاية قربت. مسك المايك وقال بصوت واطي: اللي هتشوفوه دلوقتي ممكن يخليني أختفي، وممكن يجيب لي مصيبة كبيرة، بس أنا قررت أتكلم. اللايف فجأة اتملى تعليقات: انت تمام؟ بتقول ايه؟ ده مقلب ولا ترند؟ هو ابتسم ابتسامة باين فيها خوف وبص للكاميرا كأنها وش حد بيواجهه وقال: أنا جمعت كل حاجة، صور وتسجيلات، حتى فيديوهات. الناس دي ما ينفعش تفضل سايبة تمشي وسطنا، بس لو حصل لي حاجة الفيديوهات عند ناس تانية ومش هيسكتوا. وهنا حصلت حاجة غريبة. الكاميرا بدأت تتهز، مش حركة يد، لأ، كأن في حاجة خبطت فيها. وبعدين وقع الصوت، ثواني ورا بعض من التشويش والضلمة. الكاميرا بقت بص على الأرض، مش باين غير طرف الترابيزة والسجادة قديمة. وفجأة: قلتلك بلاش تفتح المواضيع دي. الهمسة دي طلعت من اللايف، صوت واطي بس واضح، كأنه جنب المايك بالظبط. بعدها اللايف قطع. تاني يوم الصبح كل الناس صحيت على خبر صادم: وفاة اليوتيوبر المشهور في حادث سير مروع على طريق السويس. الكل اتصدم، بس في حد معين كان واخد باله من تفاصيل مش أي حد لاحظها. الخبر انتشر زي النار في الهشيم، بوستات، ستوريز، تعليقات باكية ولايكات بالملايين. بس وسط الزحمة دي في 3 تليفونات كانت بتتهز من غير توقف، مش من الحزن، من الشك. أول مرة تشاف فيها اللايف بعد الحادثة كانت نهى اللي فتحته وقعدت تعيده كذا مرة، وكل مرة تركز أكتر. الهمسة كانت واضحة، لكن في حاجة تانية. في مراية ورا الكاميرا كان باين فيها حد واقف، بس مش باين وشه، بس واضح إنه شخص طويل لابس حاجة سودة وواقف ساكت، وسكوت مريب. جابت نهى الفيديو وورت سيف، وهو أول ما شافه وشه اتبدل. استني، دي مش أول مرة أشوف الشكل ده. في لايف كان من أسبوعين باين خيال ورا الباب، وقتها افتكرناها صدفة. رجعوا اللايفات القديمة واحد ورا التانية، كلهم بيفتحوا نفس اللقطة. في حركة خفيفة ورا الكواليس، صوت حاجة بتتحرك. مرة لقوا همسة بس مش مفهومة. هو فاكر نفسه في أمان. سيف قاله هو بيشرب قهوته بإيد بتترعش: على فكرة الولد ده كان متراقب بقاله فترة. نهى وشها اصفر وقالت: والحادثة دي مش غريبة؟ ازاي يموت بعربية ومحدش شاف أي فيديو أو صورة من المكان؟ راحوا على جروب صغير كانوا عاملينه سوا زمان، في أرشيف كل حاجة اشتغلوا عليها. لقوا فايل بعنوان ما يتقالش في العلن. فتحوه لقوا إيميلات غريبة كلها تهديدات من حسابات ملهاش أسماء، زي مثلا: اخرس قبل ما نسكتك، انت مش فاهم اللعبة، لازم تبعد، عديت الخط. وفي نص اللايف الساعة اللي في الركن مكتوب فيها 12:04، لكن التقرير اللي طلع في النيابة بيقول إنه مات الساعة 11:45. سيف ضرب كف على كف وقال: يا نهار اسود، يعني اللايف كان شغال بعد ما هو مات؟ طب ازاي؟
نهى قالت وهي بتقفل اللابتوب بسرعة: في حد كان في الأوضة بعد ما وقع. بصوا لبعض وحصل بينهم صمت طويل. كانوا لسه في أول الطريق، وطريق زي ده مش بيرجع الناس بسهولة تاني. من أول يوم بعد الجنازة ونهى وهي مش قادرة تنام، كل ما تقفل عينيها تشوف وشه، مش وهو بيضحك، لأ، وهو ساكت، عينه مفتوحة وبيبص لها كأنه بيطلب منها حاجة. سيف ما كانش أحسن حال، بس هو من النوع اللي لما بيتخض يدور. دخل على اللابتوب القديم، وكان محتفظ بنسخة قديمة من ملفات الشغل. فتح فولدر اسمه مش للنشر سري جدا، وبدأت الحاجات تطلع قدامهم واحدة واحدة. أول فايل كان فيه لوجو جهة حكومية معروفة، ومش أي جهة، جهة تقيلة. الفايل التاني فيه صور مأخوذة بكاميرا موبايل، وباين فيها موظف بيسلم شنطة لرجل أعمال معروف في جنينة خاصة. الفايل التالت تسجيل صوتي واحد بيقول فيه: العينات دي مش مطابقة للمواصفات، بس هنعديها، ما تقلقش، الناس مش هتفهم حاجة. نهى حطت ايديها على بقها وقالت: يا نهار اسود، دي حاجات كبيرة قوي يا سيف. سيف قاله هو بيقلب في الصور: ده كان بيحقق في قضية فساد، ومش أي فساد يا نهى، ده تهريب أدوية مضروبة بيبيعوها المستشفيات الحكومية وبتقتل الناس بالبطيء. نهى قالت: هو قال لي من أسبوعين إنه حاسس إنه مترصد، قال لي إنه لما بيركن عربيته بيلاقي نفس العربية وراه في كل مكان، بس افتكرت إنه بيتهيأ له. سيف سكت لحظة وقال بصوت هادي فيه رعشة وخوف: لا لا لا، ما كانش بيتهيأ له يا نهى، بصي الصورة دي. فتح صورة موبايل متاخدة من أوضة كريم قبل أسبوع، باين فيها ورا الشباك نفس الشكل ونفس الراجل الطويل اللي شافوه في المراية في اللايف. نهى قربت من الشاشة وقالت: في نضارة سودا وجلابية سودا. والوش مش باين، بس بيظهر في كل مكان بيروح. كريم في آخر أيامه كأن شبح بيتتبعه. قعدوا ساكتين شوية، وبعدين سيف قال جملة محدش فيهم نسيها: كريم ما ماتش في حادثة، كريم اتقتل علشان كان عارف حاجات أكتر من اللازم. وإحنا كمان بقينا عارفين يا سيف. في اللحظة دي كانت لحظة التحول، بقوا هما الاتنين في لعبة مش بتاعتهم، بس دخلوا فيها برضاهم. بس اللعبة دي فيها لاعبين تانيين أخطر وأغرب مما تتخيلوا. سيف كان بيألف الفولدرات وهو بيتنفس بصعوبة والضغط عالي وإيده تتراش، بس عينه مصممة تكمل. نهى بتبص في اللابتوب والعيون وسعت أكتر لما فتحوا فايل بعنوان الضربة القاضية، النسخة الأخيرة MP4. سيف قاله هو بيعدي الفيديو ثانية بثانية: ده الفيديو اللي كان هو هيطلعه في اللايف، بس واضح إنه قطعه قبل ما يكمله. أول دقيقة في الفيديو كانت كريم قاعد في أوضته والكاميرا ثابتة على وشه من غير أي مونتاج ولا مؤثرات، وقال جملة بصوت ثابت: لو بتتفرج على الفيديو ده يبقى أنا يا مات يا اختفيت، وفي الحالتين في ناس ورا اللي حصل. الفيديو بدأ يعرض مقاطع متسجلة بشكل سري، صوت شخص بيزعق في تليفون: المخزن لازم يتفضى الليلة، ما ينفعش أي دليل يبقى هناك. كاميرا مراقبة فيها عربية بتدخل مقر حكومي الساعة 3 الفجر وبتخرج بعد نص ساعة، وفي حد شايل شنط سودا. صور مموهة لوش مسؤول معروف واقف مع 2 لابسين لبس مدني في أوضة شكلها سري، ومكتب تحت الصورة مكتوب: دول مش صحفيين، دول موظفين في شركة التوزيع اللي اتحرقت.
ونهى قربت من الشاشة في اللحظة دي وقالت: الناس دي بتداري مصيبة يا سيف. في شركة أدوية اتحرقت من كام شهر، وقالوا ماس كهرباء، بس واضح إنها اتولعت عمدا علشان يمسحوا أي أثر. سيف قال: كريم كان بيقرب من الحقيقة يا نهى، ومحدش بيعدي لما بيقرب. الفيديو ما خلصش عند كده. آخر دقيقة كريم بص للكاميرا ووشه كان عليه نظرة ما بين التحدي واليأس وقال: لو حد وصل له الفيديو ده يبقى فيه نسخة من كل حاجة عند واحد صاحبكم، وانت اللي بتتفرج اوعى تسكت، هما مش أقوى من الحقيقة. وفجأة الشاشة اسودت. بعد الفيديو نهى فتحت إيميل كريم، وكان في رسالة وصلت قبل الحادثة بساعات بتقول: انت فاكر نفسك ذكي. ومحتوى الرسالة: احنا شايفينك وعارفين انك ناوي على ايه بالظبط. اللايف اللي بتحضره مش هيكمل، لو نزل مش هتعيش علشان تشوفه ترند. اقفل الموضوع وإلا هتختفي زي اللي قبلك. سيف قفل اللاب وهو بيكتم غضبه وقال: يعني ده مش تهديد، يعني ده تنفيذ فعلي. طب هتعمل ايه دلوقتي يا سيف؟ هنكمل اللي هو بدأه، ولو هنختفي نختفي واحنا بنفضحه. لكنهم ما كانوش يعرفوا ان الفيديو اتشاف من ناس تانية، ناس مش بس عايزة تسكتهم، دي بتتسلى بمطاردة اللي بيحاولوا يعرفوا الحقيقة. من بعد ما سيف ونهى شافوا الفيديو حياتهم اتشقلبت. أول يوم عربية سودة من غير نمر كانت مركونة تحت بيت نهى. تاني يوم سيف لقى بصمة جزمة طين على سجاد أوضته مع إنه قافل البيت كويس. تالت يوم نهى وهي داخلة العمارة سمعت صوت واحد بيهمس وراها وبيقول: انتي فاكرة إنك لوحدك؟ بصت وراها مفيش حد، لكن الباب بتاع البدروم كان مفتوح، ولما قربت تقفله سمعت جملة همس تاني جاية من تحت: كريم كان أضعف، انتي دورك قرب. قفلته وجريت ودماغها بتلف. رجعت لسيف وقالت له كل حاجة، وهو وشه اصفر وقال: أنا جالي إيميل غريب من حساب مجهول، في صورتنا سوا وإحنا بنتفرج على الفيديو بتاع كريم. يعني إيه؟ يعني إحنا متراقبين؟ مش بس متراقبين، في حد دخل جهازنا، واللي بعت الصورة بعت معاه رسالة. فتح الإيميل قدامها ومكتوب فيه: لو لسه بتدوروا يبقى مستعدين تدفعوا الثمن، في ناس ماتت علشان ما حدش يوصل للي انتوا وصلتوله. سيبوه وعيشوا أو كملوا وموتوا. أنا مش قادرة أرجع أعيش طبيعية. كل ما أقفل عيني بشوف كريم وهو بيقع، وبحس إني سامعاه بيطلب مني إني أكمل. وأنا كمان يا نهى ما ينفعش نسيبه، بس هنحتاج نتحرك بسرية ونعرف مين اللي ورا كل ده. بدأوا يدوروا ورا الاسم اللي اتكرر في كل الورق اللي عند كريم، شركة اسمها المسار النقي للتوريدات. اسم شكله بريء، لكن الورق بيقول إنها واجهة لتوزيع أدوية مغشوشة ومدعومة من رجال أعمال ومسؤولين كبار. قعدوا يعملوا بحث وبدأت الأسماء تطلع: مسؤول سابق في وزارة الصحة، إعلامي بيشتغل في برنامج كبير، ضابط متقاعد شريك في الشركة. بس الأخطر من كل ده كان في صورة في ملف سري فيها شخص ما كانش يتخيله أبدا: أخو كريم الكبير. سيف قال وهو بيزوم على الصورة: ده شادي، ده كان دايما بيساعدنا، هو من الناس اللي ضده، ولا يمكن هو اللي سلم كريم ليهم. كريم كان شايفه أكتر حد بيحبه، لو طلع هو اللي باعه يبقى الموضوع أوسخ من اللي كنا متخيلين. وفي اللحظة دي نور الأوضة فصل، والكاميرا اللي في اللاب لقطت صورة شخص واقف وراهم
شخص طويل لابس جلابية سودا من غير وش. سيف ونهى قرروا يواجهوا شادي أخو كريم اللي توفى بعد ما صورته ظهرت في الملف. راحوا له البيت بعد ما لفوا من شارع جانبي كان فيه كان مفهوش كاميرات، ولبسوا كابات ونضارات علشان ما يتعرفوش. شادي فتح الباب وهو وشه باين عليه الهم. أول ما شافهم قال: ليه جيتوا؟ انتوا بتودوا نفسكوا في داهية. سيف دخل بسرعة ونهى قفلت الباب وقالت بعصبية: احنا عرفنا ان ليك علاقة بالشركة دي، كنت مع الناس اللي بيهددوا كريم، كنت طرفة في اللي حصل صح؟ شادي سكت وفضل ساكت لحد ما قال: أنا ما كنتش عايز يحصل كل ده لأخويا، كنت فاكرهم بس هيخوفوه عشان يسكت. انت سلمته ليهم؟ أخوك انت اللي فتحت له باب الموت. شادي قال بصوت مخنوق: أنا ما كنتش أعرف إنهم هيوصلوا للقتل، أنا كنت شغال معاهم من زمان. لما عرفت إن كريم بدأ يقرب حاولت أبعده لكن هو كان مصمم. أنت اللي كنت بتبعت له التهديدات صح؟ شادي بص لنهى بعينين فيها ندم وقال: بعضهم، بس لما عرفت إنه مصر ينزل فيديو قلت لهم، بس بعد ما نزل البوست التمهيدي بتاعه خرج عن سيطرتي. سيف سأل شادي وقال له: مين اللي قتله يا شادي؟ احنا عايزين نعرف الحقيقة وهنفضح كل حاجة. شادي أخو القتيل قال لهم: اللي عمل كده مش شخص، ده كيان، مافيا كاملة فيها ضباط وإعلاميين ورجال أعمال، وكل واحد فيهم ماسك حاجة على التاني، لو اتكلمت هيصفوني زي كريم أخويا. فجأة موبايل شادي رن، بص فيه ولون وشه اختفى. احنا مرصودين، عارفين انكم عندي. في اللحظة دي نور البيت كله قطع وباب الشقة خبط خبطة قوية جدا. سيف وشه اتشد وقال: ده مش عادي، احنا لازم نهرب. نهى قربت من البلكونة تبص، لقت عربية سودة واقفة قدام العمارة، فيها 2 نازلين بسرعة ووشوشهم متغطية. شادي قال وهو بيترعش: في باب خلفي بيطلع على سطح العمارة اللي جنبنا، استخبوا هناك وانا هأخرهم. سيف رفض وقال: لا يا شادي، مش هنسيبك، انت السبب الوحيد اللي ممكن يكمل اللي بدأه كريم. اخرجوا من هنا يلا بقى. سيف جر نهى وطلعوا بسرعة على السطح، وكانوا بيسمعوا صوت تكسير الباب من تحت وصراخ شادي. وهم بيقعدوا على السطح قاعدين بيعدوا الثانية سمعوا صوت طلقة نار، ونهى وقفت مكانها ودموعها نزلت. هو مات ولا ايه يا سيف؟ لسه في وقت نكمل، لو وقفنا هنا يبقى فعلا كريم وشادي ماتوا على الفاضي. لكن وهم نازلين من السطح لقوا ورقة صغيرة متعلقة على باب السلم مكتوب عليها: اللي بعده هو انتم. بعد اللي حصل سيف ونهى استخبوا عند صاحبة قديمة كانت بتشتغل مع كريم في بدايته. البنت دي كان اسمها رنا، وبتشتغل دلوقتي مونتيرة وبتفهم في الشغل بتاع الفيديوهات والتشفير. رنا أول ما شافت الفيديو الأصلي بتاع كريم شغلته على برنامج مخصوص، وعرفت تخرج حاجات محدش خد باله منها. في فريم واحد قبل ما الكاميرا تقع كان في انعكاس في المراية ورا كريم. الانعكاس ده كان لشخص لابس قناع ماسك موبايل وبيصوره من زاوية تانية. رنا قالت: اللي قتله كان بيصوره وكان متأكد ان اللقطة دي هتتشال او تتعدل، بس معرفش انكوا هتحتفظوا بالنسخة الأصلية. نهى قربت من الشاشة وسألت: انتي تقدري ترجعي الصورة دي وتتوضح؟ رنا فضلت شغالة طول الليل وفعلا قدرت توضح وش الشخص اللي في الانعكاس. كان واضح جدا، واحد من أشهر الإعلاميين اللي كانوا بيهاجموا كريم بعد موته وبيقولوا إنه بيبالغ وبيفبرك.
سيف قال بغضب: هو ده اللي كان بيقول إن كريم سكير ومخرف وبيطلع علينا بكلام فاضي. رنا قالت له: مش لوحده، في ناس تانية، بس ده كان الصوت العالي، كان بيهيأ الناس إن كريم كذاب علشان ما حدش يصدق اللي وراه. سيف قرر يعمل حاجة مجنونة، يطلع لايف من نفس صفحة كريم اللي لسه ما شالهاش الباسورد، وينتشر الفيديو ومعاه الأدلة والصور والتسجيلات اللي كانوا مجمعينها. نهى كانت خايفة: لو عملنا كده هنختفي يا سيف، وهو احنا أصلا عايشين يا نهى؟ كل خطوة بنعملها خايفين، كل باب بنفتحه بنحسبه فخ. لأ، كريم مات علشان ده، وشادي كمان مات علشان يحمينا. خلاص، هو ده الوقت. فتح الكاميرا وقال بصوت هادي بس فيه نبرة غضب: أنا مش كريم، بس كريم هو السبب إني واقف قدامكم دلوقتي. الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي هو اللحظة اللي اتقتل فيها، وده وش القاتل، واحد من اللي كل يوم بيطلعوا يقولوا كلام كبير على الشاشات. اتفرجوا كويس وعرفكم إن كريم كان بيحاول يحميكوا من سم بيتباع على إنه دواء، وناس كبيرة كانت بتساعد في ده. اللايف انتشر زي النار في الهشيم. الناس كانت متعطشة للحقيقة. الفيديو دخل ترند، وكمية المشاركات والتعليقات كانت مرعبة. لكن بعد ساعتين بس الصفحة اختفت والأكاونتات اتحذفت، والفيديو اتمسح من كل حتة، حتى النسخة اللي عندهم على اللابتوب اتحرقت فجأة. والأسوأ، سيف اختفى، ونهى فضلت لوحدها، حاولت تدور عليه ملقتهوش. ورنا اختفت بعدها بيوم، والناس بدأت تتكلم، لكن اتكمموا بسرعة. حد دل نهى على فلاشة كانت في ظرف على باب بيتها من غير اسم، فتحتها ولقت جواها نسخة من الفيديو الأصلي، بس في آخره إضافة ما كانتش موجودة قبل كده. كريم بعد ما الكاميرا وقعت كان في تسجيل صوتي باين فيه وهو بيهمس: لو الفيديو ده انتشر يبقى أنا ضحيت، بس اللي يعدي لازم يكون مستعد يدفع الثمن. الفيديو أي نعم اتحذف بعد ما اتفتح بدقايق، بس الناس اللي شافت الفيديو عمره ما هينساه، وبينهم وبين نفسهم بقوا متأكدين اللي حصل ما كانش حادثة، دي كانت جريمة متخططة بدقة، وكان اللايف الأخير لكريم مجرد البداية مش النهاية. وبكده تكون انتهت قصة اللايف الأخير. استنوني في قصة جديدة. كانت معكم غادة محمود.